السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. لو سمحت بس عايزينك توضح على إن مجلس الشعب النواب اللي فيه المسلمين يخرجوا ورا شنو ده؟ والله لا أدري كيف يقابل رئيس مجلس الشعب هذا ربه عز وجل. لا أدري كيف يقابل رئيس مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشعب، كيف يقابلون ربهم وهم يعظمون شخصا محاربا لله متهما لله بأن له ولد طيلة حياته مكذبا بالقرآن. لا أدري كيف سيقابل ربه. إن أناسا ذكرهم الله بقوله مع الفارق بالطبع، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مع الفارق بين المسلمين والكفار، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هؤلاء الذين جاملوا بعضا في الدنيا على حساب معتقداتهم، لا أقول أن أعضاء مجلس الشعب كفار بذلك، بل من فعل ذلك منهم فهو ضال. إنما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. لا أنزلها على أعضاء مجلس الشعب فهم مسلمون، لكن تصرفوا تصرفا زائغا، تصرفا ضالا، بتعظيمهم شخص كان يدعي أن الله له ولد، بتعظيمهم شخص كان يكذب بالقرآن ويكذب بالرسول عليه الصلاة والسلام. فحقا إنها خيبة أمل في هؤلاء الذين قاموا تعظيما وابتداعا في الدين بوقوف حداد كالأصنام على شخص كان يدعي أن الله له ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حاجة يا شيخنا؟ الحمد لله. انا يعني طبعا اول مرة اكلم حضرتك، وانا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اكلم حضرتك اصلا، يعني ان في يعني الموضوع بالنسبة لي يعني شديد جدا لدرجة ان انا ممكن يعني اكلم حضرتك. يعني انا اصلا يعني استحي ان انا اكلم حضرتك. يا اخي استغفر الله استغفر الله. اتفضل هات سؤالك الله يحفظك. انا رايي طبعا، وطبعا انا ممكن يكون رايي غلط، يعني ان السبب في الفرقه دي كلها، وان كل واحد ليه رايه وي وكلام من ده، ان اللي ماسك الامر اصلا ولي الامر اللي ماسك الامر في مجلس الشعب نفسه يعني لا يهتم بتطبيق شرع الله عز وجل، فسبب بلبله. وان اقابل ناس عندي مثلا في شغلي يقول لي لا ده ايه المانع ان احنا نجامل المسيحيين، اقابل ناس في الشغل يقول لي طب وايه المشكله وانت هيحصل لك ايه لو وقفت دقيقه حداد؟ قلت له في بيتكم دقيقه حداد عليه. بس الفكره كلها ان ولي الامر في المكان نفسه يعني لا يفضل يعني ان هو يطبق شرع الله عز وجل، فدي المشكله. فانا يعني رايي ان الواحد ينتبه ان المفروض ان احنا بقى نفوق ونشوف حد خلاص يكون عاوز فعلا يطبق شرع ربنا، وما بيقولش الاسلام هو الحل شعارات وفي الاخر لا يطبق الشعارات. يا ليتهم لقد تناحوا عن النداء بالاسلام هو الحل. لقد تناحوا عن النداء بأن الإسلام هو الحل، وتلك إحدى الكبر والعياذ بالله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عايزه اعرف طب رد حضرتك عن اللي بيقولوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام مشي في جنازه يهودي ولما اتسال قال اليست نفسا. هذا من التلبيس يا اختي، من التلبيس والجهل الذي يقوم به المفكرون في مجلس الشعب المتبعين للشهوات، الذين يأتون بنصوص في غير محلها. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعائشة: يا عائشة إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذي قام حدادا أتى بشيخ معهم في مجلس الشعب يقول لهم إن النبي قام لجنازة يهودي وقال أليست نفسا. هذه مسألة فيها وجوه من النظر. الرسول أولا كان جالسا فمرت به جنازة يهودي فقام إلى أن انصرفت ونسخ هذا الحكم. جلس النبي عليه الصلاة والسلام
بعد ذلك، يعني حكم منسوخ. ثانيا أن الجنازة مرت برسول الله، لو طبقناه حتى بدون نسخ، الجنازة كانت مرة برسول الله غاية أنه وقف ونزل، لكن لم يصنع حدادا غيابيا كما صنع هؤلاء الحمقى الذين لم يستندوا إلى دليل. إذا كان الحداد من أصله بهذه الطريقة بدعة منكرة، سواء على مسلم أو على كافر أو على رئيس دولة، كل هذا الحداد الذي يفعله الرجال بدعة منكرة دخيلة على الدين. فحدادهم في مجلس الشعب تضمن تعظيما للهالك، تضمن تعظيما للميت الذي مات ويحارب الله ورسوله طيلة حياته، ويكذب القرآن ويكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعي لله الولد. فقيامهم تعظيم. اختلفت المسائل حينئذ، فليس الحداد أصلا من أصله بوارد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا للنساء، إلا للنساء. المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، وتحد على أي شخص آخر من أقربائها ونحوه 3 أيام لا تزيد عن 3 أيام. لكن بهذه الطريقة تضمنت تعظيما، تضمنت تضليلا، ويأتون بمفتي، ما كل مرة يأتون بمفتي منهم يسوغ لهم ما يفعلونه من أباطيل. فغدا سيسألنا ربنا ويسألهم هؤلاء الذين يضللون على العباد، يضللون العباد ويلبسون على العباد أمرهم. بارك الله فيك.